الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا في هذه الأيام والساعات واللحظات. الدولة التركية مستمرة في عدوانها السافر على المناطق الكردية في الشمال السوري والمناطق الكردية في الشمال العراقي. وهذا العدوان السافر هو طبعا انتهاك لسيادة الدولتين. وأنا ضد الاعتداء العسكري هات جملة وتفصيلا، ليس الآن إنما سابقا أيضا، وضد الاحتلال في كل مكان. يعني أنا ضد الاحتلال التركي في قبرص، فكيف لا أكون ضد الاحتلال التركي في سوريا؟ أنا ضد الاحتلال التركي للواء اسكندرون، كيف لا أكون ضد الاحتلال التركي في عفرين؟ أنا ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كيف لا أكون ضد الاحتلال التركي أو أي احتلال في العالم؟ يعني قضية موقفي من الاحتلالات موقف مبدئي، ما عندي يعني احتلال إسلامي أو احتلال مسيحي، احتلال كردي أو احتلال عربي أو احتلال تركي. الاحتلال هو احتلال، الاحتلال هو ظلم، جور، غبن، اضطهاد، قمع، سلب، نهب، كل ما يخطر على بالكم من هذه الخصال والمواصفات السيئة والقميئة والقذرة. أي احتلال كان، ما فيه احتلال حلو واحتلال نص حلو واحتلال يعني كما يحاول البعض يعني شرعنة الاحتلال التركي لمناطق عفرين. أنا كنت ضد الاحتلال التركي منذ اللحظات الأولى، وحتى قبل يعني شروع الدولة التركية في احتلالها كنت ضد هذا الاحتلال، وكتبت ذلك في صحيفة الحياة في 2017 وفي 2016 عندما كانت صحيفة الحياة تصدر. طبعا هذا لا يعني أنني أقف إلى جانب حزب العمال الكردستاني كما يحاول البعض أيضا تفسير ذلك، أبدا. أنا موقفي من حزب العمال الكردستاني واضح وصريح وضوح موقفي من النظام التركي. أنا ما عندي تفاضل ما بين الاحتلالين. حزب العمال الكردستاني أيضا كحزب تركي هو قوة احتلال للمناطق الكردية والعربية في سوريا. حزب العمال الكردستاني قوة احتلال للمناطق الكردية في الشمال العراقي في كردستان العراق. ما عندي التفضيل ولأنه حزب كردي خلاص أبرر له وأشرعن له احتلاله. شرعنة واحتلال حزب العمال الكردستاني لخارج نطاق ما يفترض أن ينشط فيه وهو تركيا، هو في نفس الوقت بشكل مباشر أو غير مباشر شرعنة للاحتلال التركي. لا، الاحتلال التركي يبرر وجوده واحتلاله بوجود الاحتلال، وجود حزب العمال الكردستاني في الشمال السوري وفي الشمال العراقي. كذلك حزب العمال الكردستاني يبرر احتلاله بالاعتداءات والعدوان التركي السافر على المناطق الكردية. هنالك شيء من الائتلاف الخفي ما بين الدولة العميقة في حزب العمال الكردستاني والدولة العميقة في تركيا. طبعا الدولة الرسمية في تركيا هي حكومة حزب العدالة والتنمية والجيش والسلطات المعروفة في تركيا، لكن الدولة العميقة هي الدولة الساندة لهذه الحكومات منذ تأسيس الجمهورية التركية وحتى هذه اللحظة. الحكومات تتغير، رؤساء الجمهورية يتغيرون، رؤساء الحكومات، الأحزاب تتناوب بشكل أو بآخر على امتداد تاريخ تأسيس الجمهورية التركية من عام 1923، ونحن على مقربة مضي قرن على تأسيس الجمهورية التركية. الحكومات والأحزاب تتبدل وتتغير وتتعاقب على حكم تركيا، لكن الدولة العميقة باقية وراسخة. في الظاهر الإعلامي يظهر لنا أن حزب العمال الكردستاني معارض ومناهض للدولة الرسمية، لكن هنالك الكثير من التسريبات والمصادر التي تقول أنه هنالك علاقة خفية أو عميقة ما بين الدولة العميقة التركية، الاستخبارات التركية
وحزب العمال الكردستاني على ألسنة مسؤولين سابقين في الدوائر الأمنية أو مسؤولين فاعلين في صناعة القرار الأمني والاستراتيجي في تركيا. على أي حال يعني أنا بإمكاني أن أظهر في شاشات التلفزة وأشتم تركيا وأشتم حكومتها، هذا يعني في منتهى السهولة. يعني هنالك من يظهر على الشاشات العربية والقنوات العربية ويفعل هذا الفعل. هؤلاء يذكرونني عندما كنت أنا مؤيد لحزب العمال الكردستاني قبل 11 سنة، يعني كيف كنت أدافع وأساند عن حزب العمال الكردستاني. عندما أنظر إليهم وأرى يعني أساليبهم في الدفاع عن حزب العمال الكردستاني، أتذكر نفسي عندما كنت مؤيدا ومساندا لهذا الحزب قبل 10 سنوات ونيف، يعني عقد ونيف. يعني معروفين، يعني وجوه ثابتة تتكرر وتظهر، يعني وثلاثة منهم لم يكونوا مؤيدين لحزب العمال الكردستاني عندما كانت يعني، وبل كانوا يشتمون حزب العمال الكردستاني. أعرف واحد يعني كان يعني بمنتهى الاحتقار والإهانة يتناول عبد الله أوجلان بالشتائم، يعني بالشتائم المقذعة، ويعني يشتم حزب العمال الكردستاني ويصف عبد الله أوجلان بالمجنون بالمعتوه بكل هذه الأوصاف، والآن يعني يشتم رجب طيب أردوغان. مش مشكل، يعني هذه الطريقة في التحليل أو التناول الإعلامي أو إبداء الرأي بسيطة وسهلة ويعني شعبوية كتير، شعبوية وتستزيغ الآذان الموالية لحزب العمال الكردستاني داخل سوريا والعراق وفي الخارج أيضا. هذه يعني هذا السلوك أنا عفته وتركته لهؤلاء. الآن يعني في هكذا مواقف ينبغي أن نكون واضحين وأن ننحاز للضحايا، يعني ونكشف هذه لعبة التراشق وتصدير الأزمات، أزمات حزب العمال الكردستاني وأزمات الدولة التركية إلى مناطق أخرى، إلى مناطق خارج الحدود، إلى مناطق تستفيد منها تركيا وتوسع من جغرافيتها وتوسع من دائرة نفوذها داخل سوريا والعراق. ينبغي على النخب الكردية يعني تجرع الحقيقة المرة وعدم الانزلاق نحو انحيازات أنه نقد حزب العمال الكردستاني يصب في خانة تركيا. على العكس، نقد حزب العمال الكردستاني هو في الوقت عينه نقد للدولة العميقة في تركيا، لأنه حزب العمال الكردستاني أصبح الآن مبررا قويا للاحتلال التركي وللعدوان التركي في سوريا والعراق. هل الحجج التركية صحيحة؟ نعم، الحجج التركية صحيحة. حزب العمال الكردستاني موجود في سوريا وفي قسد وفي واي بي جي وفي بي واي دي وفي كل هذه التفاصيل. كل ما يقال في الإعلام العربي، في الإعلام السعودي والإماراتي والمصري، يعني محاولة التغطية عن وجود، يعني على وجود حزب العمال الكردستاني وأنه غير موجود وهذه حجج واهية وغير صحيحة، هذا كله كذب. حزب العمال الكردستاني موجود، لكن هل الحجة التركية مقنعة؟ لا. كيف يمكن يعني لحجة صحيحة أن تكون غير مقنعة للعدوان؟ هذا ما سأحاول يعني إبداء الرأي هي الحجة السمجة والسخيفة والركيكة التركية، وهي حجة حقيقية. لماذا؟ لأن حزب العمال الكردستاني موجود في إيران على امتداد العلاقات الإيرانية التركية منذ 79، منذ 80، منذ 81، منذ 82، من مطلع الثمانينات، منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن. هل سمعتم بأن تركيا قدمت احتجاجا لإيران على دعمها لحزب العمال الكردستاني، سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي أو المستوى الأمني، على كل المستويات؟ أبدا. أتحدى مسؤول تركي أو صحفي تركي أو يقدم لي وثيقة أنه الحكومة التركية
الحكومات السابقة والحكومة الحالية حكومة حزب العدالة والتنمية استدعت السفير الإيراني وقدمت له احتجاجا رسميا على وجود قيادات حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي الإيرانية ودعم النظام الإيراني والحرس الثوري لحزب العمال الكردستاني. غير موجود لا في فترة الثمانينات ولا في فترة التسعينات ولا في العقد المنصرم، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي اعتراض، أي تحفظ، أي انتقاد من الدولة التركية من مسؤول يعني من الدرجة العاشرة للسلطات الإيرانية والحكومة الإيرانية لدعمها لحزب العمال الكردستاني. لا نرى صواريخ وحشود عسكرية على الحدود التركية الإيرانية. لماذا؟ هذا السؤال ينبغي أن يجيب عليه يعني الخبراء والباحثين الاستراتيجيين الموالين لتركيا اللي بيدافعوا عن ويبرروا الاحتلال التركي والعدوان التركي على الأراضي السورية والأراضي العراقية. لماذا هذا الموقف الذي نراه حيال الوضع السوري وحجة حزب العمال الكردستاني والتركي وحجة حزب العمال الكردستاني التركية في العراق وفي سوريا، لا نرى موقفا مماثلا عسكريا أمنيا سياسيا حيال إيران. هذا أولا. اثنين، حزب العمال الكردستاني موجود في أرمينيا، حزب العمال الكردستاني موجود في اليونان، حزب العمال الكردستاني موجود في قبرص اليونانية، مش بس في يعني وفي بلغاريا أيضا. إذن حزب العمال الكردستاني هذا التنظيم الأخطبوطي المتشعب موجود في المحيط التركي وموجود داخل الأراضي التركية وموجود في البرلمان التركي وموجود ضمن كل هذه التفاصيل، وحتى يعني متغلغل. يعني هنالك كما ذكرت ائتلاف خفي ما بين الدولة العميقة التركية وحزب العمال الكردستاني. سجلوا علي هذه النقطة أو هذه الملحوظة: حزب العمال الكردستاني هو سر من أسرار الدولة العميقة التركية. لا أعلم متى يمكن يعني أن تفصح هذه الدولة عن هذا السر وتكشف، بالدليل أنه العمال الكردستاني منذ مرحلة التأسيس وحتى هذه اللحظة خدم الأجندة التركية سواء على مستوى زعيمه عبد الله أوجلان وتنظيماته الأمنية والعسكرية. لاحظوا الآن يعني هنالك ضغط شديد وقصف شديد للمناطق الكردية في سوريا وفي المناطق الكردية في العراق. عسكريا أمنيا يفترض أن يصعد حزب العمال الكردستاني عملياته العسكرية في ديرسم، في ديار بكر، في ماردين، في المناطق الكردية داخل الحدود التركية. هنالك صمت مطبق، صمت تام. لماذا؟ يعني على وفق المبدأ البديهي العسكري لكي تخفف الضغط على منطقة معينة، يعني تقوم بعمليات عسكرية في مواقع أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى لكي تؤكد للأتراك أن الحجة التركية غير صحيحة. هنالك عمليات عسكرية في ديار بكر، هنالك عمليات عسكرية في ماردين، هنالك الجبهة العسكرية داخل الحدود التركية مشتعلة في نقاط كثيرة. لا يوجد شيء من هذا القبيل. هذا الصمت المطبق العسكري الأمني داخل الحدود التركية وفي المناطق الكردية في تركيا وفي كردستان تركيا يؤكد ويعزز المبرر والحجة التركية على أن الخطر آت من الجنوب، من داخل سوريا ومن داخل كردستان العراق. هذا الصمت العسكري لحزب العمال الكردستاني، إما حزب العمال الكردستاني عاجز ومشلول تماما، وأن السلطات التركية قامت بتنظيف كامل الأراضي التركية من حزب العمال الكردستاني وحصرته في هذه المنطقتين، الشمال السوري والشمال العراقي. إما أن يكون هذا الافتراض صحيحا إذا استمر الصمت العسكري الأوجلاني العمالي الكردستاني في الداخل التركي،
وأما هو يعني وراء الأكمة ما وراءها حزب العمال الكردستاني مقاوم وثوري وعسكري في كردستان العراق وفي كردستان سوريا، ويعني لا يحرك ساكنا داخل الأراضي التركية. هذا يعني أيضا يفتح قوسا لأسئلة خطيرة وأسئلة مهمة ينبغي الإجابة عليها. نعم، حزب العمال الكردستاني هو مبرر قوي للدولة، وهذا المبرر يعني حتى الأمريكيين يصرحون أنه من حق تركيا الدفاع عن أمنها وعن يعني سلامة حدودها حيال أي خطر من حزب العمال الكردستاني. وحزب العمال الكردستاني مصنف كمنظمة إرهابية داخل أمريكا وداخل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذه الحجة، نعم، هي حجة حقيقية وصحيحة، لكنها غير مقنعة، وذكرت السبب. لماذا هي حجة حقيقية؟ لندع يعني الإعلام التركي والمثرثرين في الإعلام التركي جانبا، والمثرثرين في الإعلام العربي والإعلام الكردي أيضا جانبا، من ينفي هذه الحجة ومن يؤكد هذه الحجة. النفي والتأكيد لنضعه جانبا، لنتجه إلى رأس التنظيم، إلى عبد الله أوجلان، إلى أدبيات الحزب، إلى مصادر الحزب. في خريف 1998 عندما حشدت الدولة التركية جيوشها على الحدود السورية وهددت نظام حافظ الأسد باجتياح عسكري وشيك إذا بقيت سوريا، إذا بقيت دمشق داعمة ومساندة ومغطية على حزب العمال الكردستاني، اضطرت سوريا على زمن حافظ الأسد وبوساطة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى إبرام اتفاقية أضنا الأمنية. تنازلت سوريا عن لواء اسكندرون نهائيا للأتراك، والتنازل على الكثير من السيادة السورية في تلك الفترة، لأنه كان حافظ الأسد مصاب بالسرطان ويحضر بشار أسد لتولي السلطة، ويعني بغنى عن صدام عسكري وأزمة عسكرية مع دولة كبرى مثل تركيا، ووقع على اتفاقية أضنا وطرد أوجلان في أدبيات الحزب في تصريحاته يقول بعظمة لسانه، بعضلة لسانه، بكامل قواه العقلية، أنه جنب سوريا حربا طاحنة وخرج من الأراضي التركية. جنب سوريا وجنب نظام الأسد، يعني أزمة حقيقية، أزمة وجودية ربما كانت ستطيح بنظام الأسد أيضا في عام 1998. إذن ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني فيما يعني أن حزب العمال الكردستاني سبب رئيسي ومحوري واستراتيجي وحجة لا غنى عنها، حجة ذهبية للسلطات التركية لإعلان وإشعال الحروب متى ما شاءت في المكان والزمان التي تقتضيه مصالحها. هل لو تركيا الآن أنصار حزب العمال الكردستاني يقولون أنه لا، تركيا ليست بحاجة إلى حجج، لا تركيا بحاجة إلى حجج ومبررات، يعني على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، بحاجة إلى حجة قوية مقنعة دامغة شديدة السطوع مثل حزب العمال الكردستاني، بحاجة إلى هذه الحجة. قول أوجلان، تصريح أوجلان وقت ذاك في أدبيات الحزب، في كتبه، في أكثر من مصدر، يؤكد أنه حزب العمال الكردستاني سبب رئيس وحجة رئيسة للدولة التركية، بدليل عندما خرج أوجلان من سوريا سحبت تركيا جيشها من الحدود ولم تندلع حرب، ولم يصار إلى احتلال عفرين أو كوباني أو أي منطقة من المناطق الكردية في سوريا. إذن
عبد الله أوجلان يتفاخر بهذا السلوك أنه جنب نظام الأسد وجنب سوريا حربا طاحنة. طيب لماذا لا يجنب حزب العمال الكردستاني القامشلي وعامودة والدرباسية والمناطق الكردية المتبقي من المناطق الكردية احتلالا جديدا والمزيد من الضحايا؟ لماذا لا ينسحب إلى تركيا؟ لماذا لا يجنب حزب العمال الكردستاني كردستان العراق الآن وسط تهديدات إيرانية وتهديدات تركية وقصف إيراني وقصف تركي؟ حزب العمال الكردستاني بإمكانه أن يجنب هذه المنطقة والمكتسبات الكردية هناك وينسحب إلى المكان الطبيعي والمكان الشرعي كردستان تركيا. لماذا؟ يعني هل النظام السوري وحافظ الأسد كان يعني عزيزين على قلب أوجلان أكثر من عفرين والقامشلي؟ الأحداث والمعطيات تؤكد ذلك، تؤكد أنه غلاوة وعزة نظام حافظ الأسد وبشار الأسد أغلى بكثير من القامشلي وديرك وعفرين وكوباني والكرد السوريين يعني أجمعين. الآن حزب العمال الكردستاني يعني يسيطر على المناطق ومنابع البترول منذ 11 عاما. عوائد هذه الثروات تذهب إلى ميزانية حزب العمال الكردستاني الذين يظهرون على الشاشات ويدافعون عن حزب العمال الكردستاني ويشتمون أردوغان. اشتموا أردوغان يعني قدر استطاعتكم، اشتموا النظام التركي كما يحلو لكم، لكن سائلوا حزب العمال الكردستاني أين مقدرات الكرد السوريين؟ أين تذهب؟ يعني سأتوقف عند موضوع النفط وكيف يذهب إلى عفرين المحتلة، وكيف هذا النفط السوري أو الكردي أو اللي في المناطق الكردية تحت سلطة حزب العمال الكردستاني يذهب إلى تركيا من خلال أنبوب يمر إلى كردستان العراق. هذه التفاصيل سأتطرق لها يعني لها مقام آخر، بمعنى هذه الثروات الباطنية والثروات الإنسانية تحت الأرض وفوق الأرض في المناطق الكردية السورية نهبها حزب العمال الكردستاني، استنزف المنطقة، والآن يعني استجلب الضربات العسكرية التركية والطيران التركي، وغالبا ربما يعني يتجه المشهد نحو غزو بري. يعني إذا استمر القصف التركي بهذه الوتيرة، هذه مقدمة لغزو بري. الأمريكيين لن يحموا حزب العمال الكردستاني، على العكس الأمريكيين فتحوا المجال للأتراك لأنهم رأوا حزب العمال الكردستاني الآن من تحت الطاولة وفوق الطاولة يتحالف مع النظام الإيراني ضد الثورة الشعبية في إيران. هذه ينبغي أن يفهمها أنصار حزب العمال الكردستاني. الأمريكيين حاولوا يعني تجنيب المناطق الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي عن سلطة أو تخليص هذه المناطق من سطوة وسلطة حزب العمال الكردستاني، لكن الأمريكيين فشلوا فلم يكن أمامهم إلا فتح المجال أمام وإعطاء الضوء الأخضر للأمريكيين لكي يقصفوا. طبعا الأمريكيين لم يقطعوا كل الخيوط ولم يغلقوا كل الخطوط مع حزب العمال الكردستاني، لا، يسربون بعض المعلومات أنه سيصار إلى قصف المنطقة الفلاني أو المنطقة الفلانية. الأتراك يعني حسوا بذلك، تنبهوا إلى احتمالية تسريب المعلومات إلى قسد وإلى حزب العمال الكردستاني من قبل الأمريكيين. لذلك اتجه الأتراك إلى قصف المناطق الحيوية والخدمية، مناطق الطاقة والبترول والغاز وهذه القصص. الأتراك أيضا علموا أنه هنالك من يسرب الإحداثيات والتفاصيل لقسد لقوات سوريا. طبعا هنالك ضحايا من المدنيين من العسكريين من العناصر، هنالك ضحايا. هذا العدوان بالمجمل أنا ضده، يعني سلاح التركي والتعامل العنفي التركي والحل المسلح
أو الحل العسكري التركي هو الذي يبرر حمل حزب العمال الكردستاني السلاح. كذلك السلاح في يد حزب العمال الكردستاني مؤذي، لأنه الآن مطالب حزب العمال الكردستاني ليست مطالب حركة تحرر وطني. أي من جهابذة هذا الحزب ومثقفيه وإعلاميه فليأتي ويقول لي هل الجمهورية الديمقراطية مطلب من مطالب حركات التحرر الوطني؟ هل الأمة الديمقراطية والمشاريع ما مدى انسجام مشاريع حزب العمال الكردستاني مع يعني الحد الأدنى من مطالب حركات التحرر الوطني المسلحة؟ كيف لمطالب حزب العمال الكردستاني اللي هي الحد الأدنى من الحد الأدنى من الحد الأدنى من الحقوق الكردية، كيف لهذه المطالب أن تنسجم مع الاستمرار في حمل السلاح والقيام بعمليات عسكرية واستجلاب الاحتلال التركي للمزيد من المناطق الكردية خارج الحدود التركية؟ يعني هذا الحزب صار يعني هاجسه توسيع جغرافية تركيا أكثر من تقليص هذه الجغرافية. يفترض أنه كان حزب استقلالي وحزب انفصالي ويسعى إلى كردستان. الآن يشيطن كردستان ويستهدف الدولة القومية ويستهدف المطالب القومية الكردية ويحمل السلاح ويزعم بأنه هو حركة حرية. وطبعا قطعا قولا واحدا هو فقد مشروعية أنه حركة تحرر وطني، وفقد مشروعية سلاحه وحمله للسلاح يعني بالمطالب التي يتبناها حاليا بعد اعتقال زعيمه. بالمجمل نحن الآن أمام أو الكرد السوريين والكرد العراقيين مع الأسف الشديد بين سلاحين. في الظاهر يتصارعان سلاح حزب العمال الكردستاني وسلاح الدولة التركية، لكن في العمق الاستراتيجي الخفي هنالك ائتلاف وتحالف خفي بين هذين السلاحين. إذا استيقظنا غدا ورأينا حزب العمال الكردستاني غير موجود في هذا العالم، بماذا سوف تتحجج تركيا كي تبرر احتلالها للمناطق الكردية في سوريا وللمناطق الكردية في كردستان العراق؟ هل هنالك حجة أخرى؟ هل هنالك مبرر آخر؟ تركيا لا تريد القضاء على حزب العمال الكردستاني. تركيا التي نجحت في ملاحقة أوجلان واعتقاله واختطافه من نيروبي بمخطط دولي كذا، ألا يمكنها اعتقال واختطاف جميل بايك أو دوران كالكان أو مراد قريلان أو مصطفى قرسو أو رضا ألطن أو صبري أوك؟ هل تركيا تعجز عن ذلك؟ يعني إن عجزت تركيا عن اختطاف أحد قيادات حزب العمال الكردستاني طيلة 22 سنة الماضية، هذا يعني أنها دولة فاشلة أولا، أو أنها لا تريد اعتقالهم، تاركة لهم يعني الأمور تجري كما هي، وتستهدف قيادات من الصف الثاني ومن الصف الثالث وعناصر هنا وهناك. يعني لو هنالك بالفعل نية وقرار استراتيجي من الدولة العميقة التركية هدفه التخلص من حزب العمال الكردستاني، في تقديري نعم تركيا قادرة على التخلص من حزب العمال الكردستاني، لكن لا يوجد حجة بديلة أخرى أقوى من حزب العمال الكردستاني تبرر للأتراك الاحتلال للمزيد من المناطق الكردية في الشمال السوري والشمال العراقي في كردستان العراق. هذه النقاط أردت أن أوضحها لكم، وكما ذكرت بإمكاني يعني أن أظهر وأقدم وأسوق لحزب العمال الكردستاني، وبالأفضل من الذين يظهرون في الإعلام العربي، حتى يعني حجج منطقية وأقوى، لكن في هذه الحجج المنطقية القوية التي يمكنني طرحها لدحض السردية التركية فيه تضليل كبير وتواطؤ على الحقيقة ويعني استمرار هذه الدوامة الدموية العنفية العبثية
بين النظام التركي وحزب العمال الكردستاني. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.